السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض النوتيلا بطريقة سهلة بسيطة واقتصادية، بدون لبن بودر أو حليب مكثف أو شوكولاتة، وبمعلقتين كاكاو بس هتعملي نوتيلا أحلى من بدال النوتيلا اللي أنتِ بتشتريها من برّه، بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية. يالّا بينا نشوف الطريقة، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك. يالّا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. أول حاجة معايا 3 كوبايات من اللبن، أنا هنا مستخدمة لبن بقري وممكن تستخدمي لبن جاموسي بس لازم يكون خالي الدسم، أو لبن معلب، بلاش الجاموسي كامل الدسم عشان خاطر هيقطّع معاكِ. بعد كده حطيت عليهم كوباية ونُص من السكر، وأنا هنا معايا مَج الشاي العادي، هو مَج واحد بتعايري بيه. بعد كده هابدأ أضيف عليهم معلقة كبيرة من الزبدة، والزبدة هنا بتساعد على تماسك النوتيلا في الآخر، بتدّي تماسك وقوام حلو جدًا للنوتيلا، بس لو مش متوفرة ممكن تستغني عنها ما فيش أي مشكلة. وكمان هاضيف رشة بسيطة من الملح عشان تعادل الطعم معانا. بعد كده هاقلبهم تقليبتين وهارفعهم على نار عالية. هارفع الخليط على نار عالية مع التقليب المستمر لحد ما السكر يدوب معانا واللبن يبدأ يغلي. افضلي قلبي تقليب مستمر لحد ما السكر يدوب خالص، وكمان الزبدة تدوب وتختلط مع الخليط كويس جدًا. وكمان التقليب المستمر بيساعد إن السكر ما يترسبش في قاعدة الحلة. زي ما أنتم شايفين هنا في المرحلة دي خلاص السكر كان داب، وكمان الزبدة زي ما أنتم شايفين كده دابت مع الخليط. أول ما يبدأ الخليط يغلي معاكِ زي ما أنتم شايفين كده وهيبدأ يفور، هتبدأي تهدّي النار عليه. تهدّي النار عليه لنار متوسطة مايلة للهادية، وهتسيبيه بقى براحته لحد ما يتكثّف، وكل شوية كده كل فترة والتانية تبدئي تقلّبيه تقليبتين عشان السكر ما يترسّبش تحت. وفي الخطوة دي لحد ما يبدأ اللبن يتحوّل للبن حليب مكثّف، هياخد معاكِ وقت شوية، يعني بياخد حوالي ساعة إلّا ربع ل50 دقيقة لحد ما يبدأ يتكثّف معانا. ولازم طول ما هو على النار تفضلي تقلّبيه تقليبتين كده من فترة للتانية. تعرفي إمتى بقى إنه اتحوّل للبن خلاص مكثّف، هتبدئي تلاقي إن الخليط معاكِ بدأ يفور تاني، وكمان لون الخليط بقى لونه أصفر، وكمان الكمية قلّت للنُص، وكمان قوامه بقى أتقل من الأول. في اللحظة دي خلاص بيكون اتحوّل معانا للبن حليب مكثّف. وأول ما يوصل للمراحل دي هتبدئي ترفعيه من على النار وتسيبيه لحد ما يهدى ويبرد خالص. زي ما أنتم شايفين معايا كده، ده قوامه في الأول بيكون خفيف، لكن لمّا بيبرد بيبدأ يتقل معانا. وده قوامه بعد ما سِبته يهدى ويبرد شوية. زي ما أنتم شايفين كده القوام تقل معايا شوية، كان هنا لسه دافي بسيط، ولو سِبتوه لحد ما يبدأ يهدى خالص ويبرد هيتقل معاكم أكتر، لكن أنا حبيت أستخدمه دافي بسيط عشان يكون لسه قوامه مش تقيل على الخلاط، عشان الخلاط يبدأ يشتغل معايا بسهولة أثناء الخلط. وزي ما أنتم شايفين معايا كده هابدأ أفضّي الحليب المكثّف معانا في الخلاط، ودي أسهل طريقة تعملوا بيها بجد الحليب المكثّف. هابتدي أدّيه ضربتين كده عشان ما يكونش فيه أي تخليزات أو أي تكتلات، عشان يكون قوامه أنعم. وده قوامه بعد ما ضربته في الخلاط بقى قوام ناعم بدون أي تكتلات أو تخريزات. كده هابدأ أضيف عليه الإضافات اللي هتحوّله معايا لنوتيلا. أول حاجة هاضيفها نُص كوباية من الزيت، ويا ريت الزيت يكون نوع نضيف عشان هيفرق معانا في طعم النوتيلا في الآخر. وهاضيف عليهم كمان معلقتين كبار هرميين من الكاكاو الخام، يُفضّل نوع الكاكاو اللي هتستخدميه يكون نوع حلو عشان هيفرق معاكِ في الطعم في الآخر. طبعًا لو عاوزة يبقى لون النوتيلا نفس اللون اللي برّه، يبقى لازم تستخدمي نوع كاكاو يكون لونه فاتح. لو حابة يكون طعم النوتيلا بطعم البندق، هتجيبي كيس قهوة سريعة الذوبان بطعم البندق وتبدئي تضيفيها، لكن أنا هنا ما كانش متوفر عندي، فضِفت ربع معلقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان. هي قهوة سريعة الذوبان العادية خالص السادة. بعد كده بدأت أضرب الخليط بالخلاط زي ما أنتم شايفين كده. عايزة أقول لِك إن أنا هنا لون النوتيلا كان معايا غامق، لإن أنا استخدمت معلقة كبيرة من الكاكاو الفاتح ومعلقة كبيرة من الكاكاو الخام الغامق، علشان خاطر ما كانش متوفر عندي غير كده وقتها، لكن لو أنتِ متوفر عندِك طبعًا الفاتح هيكون أحسن. بعد كده ضربت النوتيلا المكونات كلها مع بعض لحد ما تحوّل معايا الخليط اللي أنتم شايفينه ده. لازم تضربي المكونات كويس جدًا في الخلاط لحد ما يتجانسوا مع بعض ويكونوا معاكِ بالشكل ده. زي ما أنتم شايفين كده الخليط قد إيه تقيل، ولسه كمان لمّا يدخل التلاجة هيتقل أكتر. شايفين قوامها واللمعة اللي فيها، طبعًا ده قوامها قبل ما تدخل التلاجة، ولسه أمّا أدخّلها التلاجة هتتماسك أكتر. بعد كده بقى هابدأ أسويها وأدخّلها التلاجة لحد ما تتماسك. وده قوامها بعد ما قعدت في التلاجة حوالي ساعتين 3. شايفين اتماسكت قد إيه، وكمان المطة بتاعتها حلوة. شايفين التماسك والمطة اللي فيها، بجد من أحلى وألذ أنواع النوتيلا اللي ممكن تعملوها، ومقاديرها اقتصادية جدًا. بجد طعمها يجنن وأحلى من البدايل اللي أنتِ بتشتريها. وطبعًا كل ما كان نوع الكاكاو اللي أنتِ مستخدماه كويس هيكون الطعم أحلى. وطعم النوتيلا بيتوقف على نوع الكاكاو اللي أنتِ مستخدماه، كل ما كان نوع حلو كل ما يديكِ طعم أحلى. وصلتوا معايا لحد هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.